يا ترى في فرق بين خايف يخسرك ولا مستخسرك؟ طبعا في، وفرق كبير كمان. اللي خايف يخسرك ده شخص بيشوفك نعمة وبيحسب وجودك في حياته مكسب كبير ما يتعوضش. بيصحى كل يوم ويسأل نفسه يا ترى عملت ايه النهاردة علشان احافظ عليه. لو زعلت هيرضيك، لو بعدت هيتقرب، لو تعبت هيطبطب عليك، لو الدنيا كلها وقفت قصادكوا هيوقف معاك علشان يكمل معاك، هيدور على 1000 حل علشان ما يسيبكش، هيتعلم يسامح ويصبر ويحاول، هيكون دايما موجود حتى لو متضايق، حتى لو موجوع، لأنه ببساطة مش عايز يخسرك. أما اللي مستخسرك ده يمكن فعلا بيحبك ومبسوط بوجودك، بس مش شايف إنك تستحق المجهود. عايزك دايما موجود في حياته لكن على مزاجه، عايزك تحبه، تهتم بيه، تصبر وتسامح من غير ما يكلف نفسه حتى يسأل انت عامل ازاي. كل اللي بيشغله هو ياخد اللي عايزه بالطريقة اللي تريحه وفي الوقت اللي يناسبه هو بس. ولو يوم قررت تبطل تعطي أو تحافظ على كرامتك شوية هتلاقيه يقول أنا ناقص منه، خليه يمشي أحسن. هو مش شايفك كنز، هو شايفك صفقة لو ما بقتش على هواه هتنتهي. لو عارف الفرق؟ اللي خايف يخسرك بيشوفك روح ماشية على الأرض، أما اللي مستخسرك بيشوفك مجرد رفاهية لو راحت مش هيفتقدها قوي. ناس كتير ممكن تقولك أنا بحبك، لكن قلة قليلة هي اللي تقدر تقولك أنا هعمل كل اللي أقدر عليه علشان ما اخسركش. اللي بيخاف يخسرك عمره ما هيسيبك تمشي وانت حاسس إنك لوحدك، يحارب علشانك، يحبك وقت ضعفك، ويمسح دمعتك قبل ما تنزل. اختار دايما اللي خايف يخسرك مش اللي مستخسرك. الحب الحقيقي مش بالكلام، الحب الحقيقي فعل، تضحية وإصرار على إنكم تكملوا سوا مهما حصل. اللهم ارزقنا الحب الصادق واحفظ لنا من يحبنا فيك، وعلمنا كيف نكون دائما سببا في سعادة بعضنا البعض. لو عجبتك الرسالة دي ما تنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي يهمك، خلي غيرك يستفيد ويكون ليك أجر نشره.